السلبيه للتدخين، عايزين نعرف الاضرار الايجابيه لو الناس بطلت تدخين. والله زي ما قلت لحضرتك ان في 50 مليون جنيه بيتصرفوا، دول يجيبوا 5 مليار رغيف عيش ناكل العالم عيش يوميا. غير ان في 3 مليار بيتصرفوا في السنه على، وكان طبعا كله احصاءات اما من وزاره الداخليه حاجه زي كده، فلمينا الاحصاء وجمعنا الاحصاءات 3 مليار بيتصرفوا على علاج الامراض المرتبطه بالتدخين، وفي ملايين بتتصرف من وزاره الداخليه على حاجات مرتبطه بجرائم مرتبطه بالتدخين. فطبعا انا اللي انا عايز اقوله ان يكفي الفلوس، غير ان ربنا هيبقى راضي. الواحد بيضر غيره تابعا كده، لان مشكله التدخين هي ان انا ما بضرش نفسي، ويمكن ربنا يسامح في حقه لكن مش هيسامح في حقوق العبيد. فيكفي ان ربنا يفرح. احنا داخلين على شهر رمضان ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. مشاهدين MBC طيبين. الله يخليك. تقول لي كلمه للناس ازاي تبطل تدخين في رمضان؟ عايز اقول لهم ان انت قادر على تبطيل التدخين، ما تقولش صعب، لان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا كان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى اي حاجه حرام هي حاجه انا اقدر ابطلها. وربنا بيخلينا نصوم نص اليوم تقريبا او اكتر، فانت قادر تبطل. فخد النيه كده وقول يا رب اعني، لان التدخين ده ذنب مش صغير وضرر مش صغير، ونعرف يوم من الايام حجمه عامل ازاي. شاكرين جدا. ربنا يحفظك ويجزاك. في موضوع التدخين؟ والله هو موضوع كويس، بحيث ان الناس كلها نعرف نعالج المشكله اللي هم. بتسمع الناس بتقول ان التدخين والسجاير والشيشه حريه شخصيه، بيبقى وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ هو والله في ناس اقول له مثلا انت بتدخن ليه؟ يقول لي اصل انا عندي مشكله في البيت عشان مش عارف اعصابي تعبانه وكده. السجاير بتحل المشاكل؟ والله مش عارف، بس لو اي حد بساله بيقول لي نفس الجمله دي. طب انت جربت؟ الحقيقه لا. بس يعني من اعداد اصحابي انا كل اصحابي بيدخنوا، مفيش حد ما بيدخنش. ده عايز تنشن على واحد من صحابك وتديله ده وتقراه معاه وتقنعه انه بس اقرا بتركيز، وبعد كده اساله رايك ايه. ما تغصبش عليه وجهه نظرك الشخصيه، لكن الاول خليه يقرا الكلام اللي مكتوب ويعرف بعد كده هيغير رايه ولا لا، وتبقى كانك اشتركت معانا في جمعيه حياه بلا تدخين. اوكي ماشي. ربنا يوفقك. ماشي اوكي. شكرا. تدخن؟ ممكن اعرف دخنت من انت عندك كام سنه؟ يعني من وانا عندي 17. مين اللي عرض عليك السجاير؟ يعني انا طلعت لقيت ولاد خالتي الكبار وكده اللي انا بشوفهم قدامي بيشربوا سجاير، شربت سجاير بس يعني، بس ما حدش عرض عليا مباشر يعني الموضوع عجبك؟ اول لما اتعرض عليك السجاير وجربت سجاره واتنين حسيت بمتعه؟ في الاول ايه المتعه دي؟ نفسيه ولا طعمها حلو ولا بتعمل ايه بالظبط؟ هو ساعتها كنا لسه صغيرين وكان في دماغنا ان بقى اللي ماسك سيجاره راجل والكلام ده هوت، فعجبنا السجاير وشربناها. بس يعني انا لما وصلت لمرحله زي اللي انا فيها دلوقتي انا مش عاجباني السجاير دلوقتي. انت لسه بتشرب سجاير؟ طيب هل انت عايز تبطلها ومش عارف ولا ما انتش عايز؟ لا عايز ابطلها طبعا.
تقبليه؟ لا طبعا. ولو وعدك انه هيبطل بعد الجواز؟ لا يبطل بعد كده. ايوه انا عايز اسمع الاجابه الواعيه دي، يبطل الاول. ايوه لأن ممكن بيحصل بقى اوعدك وبعد الجواز وقعت الفاس في الراس، معلش طب هي سجاره واحده هتجر سجاره وبعد كده يعني ايه رجع في كلامه تاني. على العموم انا سعيد بيكم وربنا يوفقكم، وعايزكم دايما تقولوا معانا لا للدخان ان شاء الله. تعرف عليك؟ احمد ابراهيم. احمد انت بتدرس؟ اكيد. سنه كام او في ايه؟ تانية هندسه طيران. تانية هندسه طيران. تانية هندسه طيران. بص كلمني بصراحه ومن غير يعني سواء انت بتدخن او ما بتدخنش، ايه رايك في التدخين؟ اولا انت بتدخن ولا لا؟ الحمد لله اكيد بدخن. اكيد بدخن والحمد لله. الحمد لله خالص يعني بصراحه. ايه رايك طيب في التدخين؟ والله ملوش لازمه. ملوش لازمه. طب بتعمله ليه؟ عاده. طب اذا انت اتاكدت ان العاده دي عاده ذميمه وانها بتنال من صحتك وانها حرام شرعا ومحرمه من كل الاديان، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحافظ على صحتنا، والصحه دي نعمه ربنا امرنا ان احنا نحافظ عليها، فاحنا لما نهدرها او نهلكها يبقى اكيد احنا بنعمل شيء حرام. لو اتاكدت من كل هذه الاشياء هل ممكن برضه تصر على انك تدخن؟ والله هو مش اصرار، بس هو يعني انا بحاول ابطل، بس برضه يعني عندك نيه انك تبطل. لو حد ساعدك وقال لك ازاي تبطل هتسمع الكلام ويبقى عندك اراده قويه انك تحاول. What are the tools are you using to tell them that this is stuff is not good, that this is not harmful for you? Just words, or you are using many things? We have some materials, we have some equipment that measure CO in the lung and in the air to know the level of their CO in their lung, and we know their level according to the number of cigarettes they smoke, heavy smoker or low smoker, like that.